السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل، يا صباح الزرع، يا صباح النشاط، يا صباح الطاقة المستخبية. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بقى بفيديو جديد وروتين جديد، روتين الزرع اللي انتوا بتحبوه يا حبايب قلبي. وهنبدأ كده مع بعض، نسمي الله ونسمي بالرحمن ونقول ايه يا هادي ودي الشيطان غادي. النهارده يا حبايبي بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنزرع التوم يا حبايبي. كل سنة وانتوا طيبين. جه اوان الزرع بقى التوم كده. هنزرع التوم في الريشه بتاعت الايه الراتب اللي جنب البيت، وناكل بقى ايه نيجي في اخر السنه بقى نلاقي عندنا التوم كده، ولا نشتري ولا اي حاجه. تمام يا حبايبي؟ كل سنه وانتوا طيبين. النهارده بقى يا حبايبي جيت ايه كده ايه لقيت الريشه بتاعت الراتب مليانه حشائش ومليانه كده حاجات زرع كده مش له لازمه، فهننضفها بقى من الحشائش والحاجات اللي فيها دي علشان خاطر ايه نزرعها التوم. تمام. فجيت بقى كده ايه استعنت بالله كده وايه وقعدت ايه اتنشطت وقعدت ايه اشد في الحشائش كده وانضف في الراتب زي ما انتوا شايفين. عملت بقى ايه ست بت وفلاحه شاطره كده، وقلت ايه ما سيبش الشغلانه بقى دي لجوزي ولا لعيالي يعملوها، لا انا ايه بدام قادره وربنا مقويني اقوم بقى اعملها وخلاص. فقمت كده عملت كده يا حبايبي، وما هو اللي في عينين وراس بتعمل زي ما بيعملوا الناس. تمام. جبت بقى ايه نزلت في الراتب كده بحالي بمالي كده بالجلابيه، ونزلت بقى ايه قعدت رشرش ميه على الايه بعد ما نضفت الريشه كويس. نزلت عليها بالميه، صليتوا بينا على النبي. وبعد كده يا حبايب قلبي بقى ايه هنزرع التوم. كنت انا قايله لبابا يجيب لي راسين توم كبار كده من عندهم، علشان خاطر طبعا ايه التوم تنقي الراس الكبيره اللي فيها ايه فصوص كبيره كده، عشان تطلع معاكي ايه روز برضو كبيره كده وكويسه يا حبايب قلبي. تمام. فطبعا انا جيت ايه جايبه الجردل كده ونازله على الايه الراتب، نازله في الراتب، وقعدت ايه ارش ميه على الايه حرف كده علشان خاطر الريشه تبقى طريه معايا كويسه، تربه كويسه ازرع فيها التوم بكل سهوله. تمام يا حبايبي؟ يلا قولوا لو وصلتي معايا بقى في الفيديو هنا حط لايك واشتركي في القناه وفعلوا الجرس زي احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. وقولي لي انا وصلت لحد ايه رش الريشه يا ام الامور. تمام. هنبدا بقى يا حبايبي كده ايه نزرع بقى التوم الجميل كده معاكم. طبعا انا فصصته كل ايه فص كده لوحده، وهنزرعه بقى مع بعض يا حبايبي في الريشه بتاعتنا. هنبلها كويس كده ونخليها ايه تبقى كويسه والطينه علشان خاطر ايه تزرعيها بكل سهوله اهو. يلا بقى اللي ما بيعرفش يزرع بقى التوم كده يتعلم معانا ونتعلم مع بعض يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. انا بحبكم وبدعمكم، ربنا يكرمني وهوصل بيكم. هناخد بقى كده ايه فص كده توم بفص توم بقشره، اوعي تقشريه بقشره وتزرعي كده بالشكل دون يا حبايب قلبي. تمام. تغرزيه في الطينه بالشكل دون اهو. تبلي ايدك ميه كده عشان الطينه وتزرعي ايه وتغرزي فص التوم في الطينه بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه. بوريكم هنا بقى ايه بتزرعي من يمة الراس الفص كده يا حبايب قلبي. دي اللي بتنغرس في الطين اهو. وتغرزي بقى كل كده الكميه اللي معاكي كده في الريشه اللي عندك كده كلها اهو. سبحان الله. وكل بقى فص من دول بيطلع ايه راس توم يا حبايب قلبي. مش هنحتار بقى ولا ايه عندنا التوم بتاعنا ربنا يبارك فيه بقى على قد بقى ايه استخدامك. عايزه تعملي بقى ايه كميه كبيره كميه صغيره على قد ايه استخدامك اهو. طبعا الناس اللي عندها اراضي بقى بتزرع ايه دواير الارض كامله. احنا بقى على قدنا كده نزرع الريشه اللي قدام البيت عندنا كده ونستغلها. بتطلع بقى شرش 2 زي ما تطلع هم بيكفونا الحمد لله اهو. خلص كده زرعت بقى ايه التوم كده الجميل يا حبايبي. شايفين شكل بقى المنظر كده قدام البيت اهو. وده الجرجير اللي كنا زارعينه. طبعا هجيب بقى ايه شويه طوب كده احوز على الحته الخضره دي علشان خاطر طبعا البط والفراخ بيجوا هنا يدهولوا الدنيا. عايزه احوز عليها كده. احنا كنا شايلينها على ما نعمل شويه التوضيبات اللي كنا بنعملها في البيت يا حبايبي.
طبعا لما جينا فتحنا الباب اللي هو قصاد الزرع دون، فكل حاجه بقى ايه فيه هدد وكده، فطبعا الحته باظت. الزرع اللي انا بزرعها هنعدلها تاني مع بعض وهنزرعها وتبقى زي الفل. وجبت الفاس بقى يا حبايبي كده، وايه شملوله يا ام الامور شطوره يا ام الامور. قلت بقى ايه يلا بقى بالمره اعمل بقى فلاحه ايه كده من الاخر. اجيب بقى كمان الفاس وانزل ايه عزيق في الارض كده في الحته اللي هي جنب الجرجير كده عشان ازرعها بقى يا حبايبي خضار كمان اهو. وده هنا شجر المانجا اللي احنا كنا جايبينه لسه ما انش الاوان زرعه، فسايبينه كده في الكياس بتاعته كده، وبنسقيه بس ميه لحد ما يجي الاوان زرعه ونبقى نزرعه يا حبايبي مع بعض. وجيت هنا برضو ايه قعدت افرول برضو في الحته التانية كده عشان خاطر تشمس اهو، علشان نزرعها مع بعض يا حبايبي. شايفين بهدلت السنين اهو. الحمد لله على كل حال، ربنا يعين الفلاحين والله العظيم شغلهم صعب فعلا. هنا منا بتقول لكم حطوا لايك بالله لو وصلتوا معانا في الفيديو لحد هنا، ماما تعبت حطوا لايك، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. بعد كده بقى ايه قلت اجهز غدا لاولادي. جبت السمك كده وطبعا منضفاه ونقعاه كويس وغسلاه وبليته في الرده كده حبايبي، وحطيته في الفرن ايه في الهواء الطلق كده. قلت اطلع الفرن ونشوي بره كده بالايه نكمل بقى الايه الاجواء بتاعتنا اهو. نشوي بقى السمك بتاعنا وخلصنا على قد كده؟ لا ده لسه. ده شغل الفلاحين من الصبح لاخر النهار يا عيني، الست ما بتقعدش. ونجهزين الدقه بقى بتاعتنا التمليحه بتاعت السمك، توم وفلفل وطماطم وضربهم في الخلاط وعليهم الخضره طبعا، وبهارات بقى اللي انت حابه تحطيها، وشويه ميه وشويه زيت وليمون، والتتبيله دي الجميله يا حبايب قلبي للسمك اهو. نحط بقى الايه نبل السمك فيها كده على طول وهو سخن ويشرب منها، بتبقى طعمه زي العسل. لو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش بقى ايه حط لايك، ولا انا وصلت للسمك يا ام لمار اهو بألف هنا وشفا. ما تقوليش السمك محروق، لا يا حبايبي هو كده مستوي كويس اهو ما شاء الله اللهم بارك. بنفضه كده من اي شوك من اي شوائب كده من الصاجه الهري دون اهو. وبعد كده ايه اقابله في الميه بتاعت التتبيله كده يبقى زي الفل. هناخد بقى ايه شويه الرده بقى اللي فاضوا من السمك، هنحطهم بقى للبطتين بتوعنا كده ياكلوهم. ناخدهم قدامنا كده ايه مكان ما بيقعدوا ياكلوا. هنا البطه دي كان مش عارفه ايه اللي دايس على رجليها عماله تعرج، وهنا بقى حطيت لهم الاكل كده والرده يا حبايبي، وجبت لهم شويه دشيشه كمان عشان اعشيهم بقى عشان ادخلهم. وهي دي بقى روتينات الفلاحين يا حبايب قلبي، من الصبح لاخر النهار شغل، لا طيور يا بهايم يا زرع يا طبيخ يا اكل كده يا حبايب قلبي. ربنا يعينهم ويقويهم على حالهم اهو. ايه رايكم بقى في البطات بتاعتي؟ لو عجبكم بقى الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى واغلى متابعين. بحبكم في الله، وفيديو جديد وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.